السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل باقي الدرس بتاعنا بتاع قارة أفريقيا. هندخل في حتة الكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. يعني ايه الكشوف الجغرافية؟ يعني ازاي اكتشفنا قارة أفريقيا واكتشفناها امتى وازاي، والحاجات دي كلها هنعرفها مع بعض في الجزئية دي. طيب، بيقولك ايه؟ اول حاجة، دور مصر في اكتشاف قارة أفريقيا. هل مصر كان ليها دور في اكتشاف قارة أفريقيا؟ مصر طبعا كان ليها. طيب، كان ليها ازاي؟ مصر عملت ايه؟ في عصر المصريين القدماء، تمام، قام الرحالة حرف وخوف بأربعة رحلات نحو الجنوب، وكان من أولئك المصريين الذين اكتشفوا أجزاء في قارة أفريقيا. طيب، بعد كده ايه تاني؟ أرسل الملك ناخو الثاني بعثة للدوران حول أفريقيا، بدأت من البحر الأحمر وعادت من مضيق جبل طارق، واستمرت الرحلة 3 سنوات. دي كانت فين دي يا مس؟ كانت من أول البحر الأحمر أهو، من هنا، وعادت لفت 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 وعادت عند مضيق جبل طارق من هنا. طيب، وايه تاني؟ وقد وصل المصريين القدماء الى السودان والقرن الافريقي، وامتداد التأثير الحضاري المصري الى غرب افريقيا واعلى منابع النيل الاستوائية. ازاي؟ يعني ما كانوش عارفين السودان ساعتها، زمان ما كانوش لسه يعرفوا السودان اللي جنبنا، ولا ان النيل بينبع منها، ولا الحاجات دي. فاكتشفوها لما بدأوا ان هم ياخدوا قوافل والمراكب بتاعتهم وينزلوا تحت كده ويروحوا اماكن تانية ويشوفوا المنطقة هنا عاملة ازاي. طيب، ده كان ايام المصريين القدماء. طيب، في العصر الحديث، خلال حكم كل من محمد علي باشا والخديوي اسماعيل، ده يبقى حفيد محمد علي برضو. طيب، محمد علي باشا عمل ايه؟ تم ارسال رحلات لاكتشاف منابع النيل عام 1839، تمام، وانتهت باكتشاف النيل الابيض ورسم خريطة النيل حتى جنوب السودان. يعني هم من ساعة ما عرفوا منبع النيل، تمام، وراحوا هناك بالقوافل بتاعتهم وشافوا النيل والسودان والحاجات دي، فبدأوا ان هم يرسموا خريطة كاملة اهو كده، اللي هي الخريطة دي كده. ادي ده مجرى النيل اللي انا ماشية عليه ده، تمام، ادي ده مجرى النيل اللي هو باين في الخريطة قدامنا. طيب، وبعدين الخديوي اسماعيل اللي هو قلنا حفيد محمد علي باشا، اهتم باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه الى جنوب دائرة الاستواء. فين جنوب دائرة الاستواء اللي احنا قلنا عليها؟ ادي دي كده دائرة الاستواء. يعني الخديوي اسماعيل لما بدأ ان هو يبعت القوافل بتاعته، بدأ ان هو يحكم المناطق اللي هو راحها دي، تمام، لحد ما وصل حكمه جنوب دائرة الاستواء. يعني كمان في المناطق دي كده، في المناطق دي كده بدأ الخديوي اسماعيل ان هو يحكم المناطق دي كلها كده. طيب، وبعدين دوران تاني حاجة بقى بعد المصريين القدماء ومحمد علي والخديوي، بعد كده العرب في اكتشاف قارة افريقيا. مين العرب اللي عندنا اللي اكتشفوا قارة افريقيا؟ الجغرافيين والرحالة العرب. طبعا احنا عارفين ان الرحالة العرب كانوا بيقعدوا يروحوا من مكان لمكان لمكان، وما كانوش قاعدين في مكان واحد، فده كان بيخليهم هم يكتشفوا اماكن جديدة ويعرفوا اماكن جديدة غير الناس اللي قاعدة في مكان واحد، تمام. طيب، بيقولك ايه بقى؟ اسهمت في رحلاتهم في الكشف عن اجزاء من قارة افريقيا. مين عندنا بقى عمل الحاجة دي؟ ابن بطوطة قام برحلات مهمة في شمال وغرب افريقيا، واستطاع ان يخترق الصحراء الكبرى، تمام، من الشمال الى الجنوب حتى وصل الى مالي.
فين مالي دي؟ ادي دي مالي اهي. هو عمل رحلات في المناطق دي، تمام. هو عمل رحلات في المناطق دي كده، ووصل ايه للمناطق دي، واكتشف ايه حتت جديدة فيها. طيب بعد كده عندنا المسعودي، كان من اوائل الرحالة العرب الذين زاروا افريقيا وكتبوا عنها. يعني ده مش بس زار، ده كمان كتب عنها وعن اماكن فيها وعن حتت فيها. طيب مين تاني عندنا من العرب؟ التجار العرب، وصلت قوافلهم الى السودان وبلاد الحبشة وجزر القمر وغيرها، وساهموا في نشر الاسلام. ده مش بس هم عرفوا اماكن جديدة، لا ده كمان كانوا بينشروا الاسلام. طيب فينها على الخريطة؟ فين جزر القمر؟ جزر القمر في الحتة دي كده، تمام. جزر القمر هنا، والحبشة هنا، ماشي. طيب تعددت الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية للقارة، وامتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية، كما كونت بعض الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا. يعني إيه؟ يعني بسبب إن هم كانوا بينشروا الإسلام، القوافل العرب دي كانوا بينشروا الإسلام وهم بيتاجروا وهم بيشتغلوا، ده شغلهم يعني، تمام. فبقي فيه ايه، بقي فيه مناطق إسلامية كتير جدا في كل حتة، وبالذات على المناطق الساحلية، على السواحل اهي في قارة ايه، افريقيا. طيب نكمل. طيب مين تاني كان ليه دور؟ الاوروبيين. يعني احنا كان عندنا ايه، المصريين القدماء اول حاجة، وبعد كده عندنا العرب، بعد كده الاوروبيين. طيب الاوروبيين برضك عملوا ايه؟ خلال القرن ال15 الميلادي بدأ البرتغاليين محاولاتهم لاكتشاف ايه، افريقيا، خلال عهد الامير هنري المالح، حيث استفادوا مما كتب العرب عن افريقيا. يعني العرب لما كانوا بيكتبوا عن افريقيا وبيعملوا كتب وبيعملوا حاجات زي كده، فدول قروا عن افريقيا، فحبوا ان هم ايه، يكتشفوها برضو، وييجوا يزوروا اماكن وييجوا يتفرجوا عليها ويشوفوها وايه. وحاولوا الوصول الى الهند عن طريق الدوران حول افريقيا. اسس البرتغاليين الموانئ والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح لتأمين الملاحة والتجارة. ايه هو طريق رأس الرجاء الصالح ده؟ اللي هو الاسهم الحمراء دي كده كلها، ده كده 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 كده، ده كده 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 اهو، ده كله الطريق رأس الرجاء الصالح. وجم من هنا راح عند الهند، ادي هي الهند، تمام. وبعد كده في نهاية القرن ال18 وخلال القرن ال19 كان للأوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل. هنا برضو ما كانوش لسه اكتشفوا نهر النيل كله ولا المنابع بتاعته كلها والحاجات دي. طيب مين اللي كان شغال على منابع نهر النيل؟ 2، محمد علي وحفيده الخديوي اسماعيل، ماشي. الخديوي اسماعيل اهو، ومحمد علي باشا. طيب نكمل. تولدت الكشوف لقارة افريقيا من الانجليز والفرنسيين والهولنديين وغيرهم من اجل البحث عن موارد افريقية وثرواتها الطبيعية واستغلالها. يعني هم كانوا بيجوا يكتشفوا قارة افريقيا ليه؟ عشان يدوروا على اي موارد، ويدوروا على اي ثروات طبيعية ويستغلوها. ثروات طبيعية يعني حيوانية،
حيوانات معينة، يعني نباتات معينة، يعني معادن معينة، الحاجات دي. وقد تصارعت الدول الأوروبية الاستعمارية على قارة أفريقيا لنهب خيراتها، وقد ترتب على ذلك ايه بقى؟ يعني هما كانوا بييجوا عشان يحتلوا قارة أفريقيا. طيب ترتب على ذلك ايه؟ إقامة مستعمرات لها في كافة أنحاء القارة. يعني ايه؟ يعني هما لما كانوا ييجوا يقفوا على مكان مثلا، وليكن المكان ده مثلا ايه، اسكندرية، كانوا يعملوا لهم هناك قافلة طبية او زي خيم ليهم كده مثلا، ويفضلوا هم قاعدين فيها وهم محتلين المكان ده. تمام. فكانوا بيعملوا كده في كذا مكان وكذا دولة وكذا بلد، مش بس مصر يعني. طيب وترتب ايه تاني على كده؟ تقسيم افريقيا لعديد من الدول لضمان استمرار نفوذها واستغلالها واستغلال ثرواتها. ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني مثلا عندنا هنا مصر، عندنا هنا مثلا ايه، مصر، بعد كده ليبيا، بعد كده ايه، المغرب والحتت دي. تمام. طيب فهتلاقي ان الخريطة مقسمة، ادي مثلا مصر، ودي ليبيا، ودي مثلا المغرب هنا. تمام. والحتت دي، فهتلاقي ان مصر زمان كانت كلها واحدة، افريقيا كلها كانت زمان، المنطقة دي كده كلها كانت واحدة، كلنا كنا بلاد واحدة، ما كانش فيه مصر وليبيا وتونس ومغرب والحتت دي، ما كانش فيه الكلام ده، كانت كلها حتت واحدة. بس لما جه الاستعمار الاوروبي بدأ ان هو يحتل اماكن ويكون ليهم زي ما بنقول كده هو زي ما قلنا فوق كده، ليهم مستعمرات كانوا ايه بيعملوها. ف هم كانوا بيستغلوها عشان ايه؟ يعني يكون ليهم رجل في المنطقة كده زي ما بيقولوا. تمام. طيب تقسيم افريقيا ده واستغلال ثرواتها والاستمرار في ان هم ايه يحتلوها، ده ايه اللي حصل يعني بسببه بعد كده؟ ادى الى معاناة افريقيا من الفقر رغم ما تمتلكه من ثروات عديدة. يعني مع الرغم كده افريقيا بقت دولة، بقت قارة فقيرة. ليه؟ رغم ان احنا عندنا ثروات كتير جدا، معدنية وحيوانية ونباتية، وثروات كتير جدا ممكن نستغلها استغلال جميل جدا، بس بسبب الاستعمار الاوروبي وان هم كانوا بيحتلونا، فهم كانوا بيستغلوا الثروات دي لصالحهم هم، فاحنا ما كناش بنعرف ان احنا نستفيد منها. طيب نقرا الكام سؤال دول. بما تفسر اهتمام اوروبا بالكشوف الجغرافية لقارة افريقيا بهدف ايه؟ الوصول الى الهند عن طريق الدوران حول افريقيا. تاني حاجة نهب خيرات افريقيا واستغلالها، يعني هم كانوا عايزين يوصلوا للهند وكانوا عايزين يستغلوا ثروات افريقيا. طيب السؤال التاني، بما تفسر تنقسم قارة افريقيا الى عدد كبير من الدول المختلفة المساحة. ايه سبب ان احنا تقسمنا وان احنا دول كتير وكذا دولة ودول مختلفة المساحة؟ بسبب تسارع الدول الاستعمارية عليها لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. طيب ما النتائج المترتبة على قيام الدولة الاستعمارية بتقسيم افريقيا ونهب خيراتها؟ جعل افريقيا تعاني من الفقر رغم امتلاكها لايه؟ ثروات طبيعية متعددة. دي ايه النتائج اللي ترتبت على ان ايه؟ الدول كانت بتنهب خيرات افريقيا. طيب نكمل. رابعا، الخريطة السياسية لقارة افريقيا تستنتج من خريطة افريقيا السياسية ما يلي: ضم قارة افريقيا كام؟ 54 دولة مختلفة المساحة، وتعد الجزائر اكبر دول القارة الافريقية من حيث المساحة. فين الجزائر؟ اهي.
تمام، دي اكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة. طيب، تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي، ادي الركن الشمالي الشرقي من قارة افريقيا، وتعد من اكبر دول القارة مساحة. توجد في افريقيا 10 دول عربية فقط، هي مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، والصومال، وجزر القمر. طيب، تتنوع دول قارة افريقيا الى دول ساحلية اللي هي باللون الاورنج دي او الاورنج الفاتح ده، تطل على البحار والمحيطات، ودول حبيسة يعني محبوسة من جوه اللي هي لونها اخضر دي، لا تطل على مسطحات مائية، بحار او محيطات. طيب، نيجي هنا العلاقات المصرية الافريقية. تعد مصر من اهم واكبر دول القارة، والتي تبذل مجهودا مكثفا لتعمق العلاقات المصرية الافريقية، مما يسهم في تحقق التنمية المستدامة. يعني ايه؟ يعني مصر بتبذل مجهود كبير في ان هي يكون لها علاقات عميقة مع افريقيا عامة، اللي هي الدول اللي جنبنا يعني، تمام، عشان ده هيحقق ايه؟ تنمية مستدامة. يعني هيخلي ان احنا دول في بتنمو بسرعة، تمام، والتنمية دي هتدوم لوقت كبير. طيب، تم انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019 ميلادي. ما النتائج؟ ادى ذلك الى ايه؟ وجود فرصة قوية لتعمق دور مصر الريادي في قارة افريقيا، وتدعيم علاقاتها مع دول وشعوب قارة افريقيا. يعني دي كانت فرصة كويسة جدا لينا ان احنا نبقى دولة ليها ريادة، وان احنا تبقى لنا علاقات قوية جدا مع الدول التانية والشعوب التانية، وكلنا قارة واحدة يعني. تمام. طيب، نكمل. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية، دي معلومة أثرية نقراها عادي، تمام، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين الاتحاد الأفريقي 2019 سوري، أن الشراكة مع أفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المصالح المشتركة واستثمار ربح اقتصادي اقتصاديا وتنمويا، وسنسعى للتعمق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة. طيب، نبدأ نحل الامتحان الصغنون ده مع بعض. بدأت الرحلة التي أرسلها الملك ناخو الثاني للدوران حول قارة أفريقيا من المحيط الأطلنطي. هي بدأت فوق من المحيط الأطلنطي كده، اهو نشوف مع بعض. لا، هي بدأت من البحر الأحمر اهو، من البحر الأحمر، وعادت من مضيق جبل طارق. يعني هنا دي نكتب الصواب كده، نقول البحر الأحمر. دي البحر الأحمر. طيب، استطاع المسعودي أن يخترق الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب حتى وصل إلى مالي. هو ده كان المسعودي؟ لا، ما كانش المسعودي. امال ده كان مين؟ نشوف كده مع بعض. كان ابن بطوطة. كان ابن بطوطة هو اللي وصل إلى مالي. طيب،
نرجع. كان ابن بطوطة. طيب مين تاني؟ وصل النفوذ المصري في عهد محمد علي باشا إلى جنوب دائرة الاستواء. كان محمد علي باشا، لا كان حفيده اللي هو ايه؟ اسماعيل الخديوي اسماعيل. طيب السؤال الرابع، كان هنري المالح أول الأمراء الإنجليز المهتمون باكتشاف قارة أفريقيا. هو مش أول الإنجليز، هو كان أول الأوروبيين، صح؟ تبع دولة تبع الأوروبيين، تمام. هو من البرتغال، تمام، يعني هو تبع أول أمراء البرتغال. أول الأمراء البرتغاليون، تمام. طيب ايه تاني؟ حدد دور الجغرافيين والرحالة العرب في الكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. يعني ايه نحدد دورهم؟ يعني نقول هم عملوا ايه. الرحالة العرب، فين الرحالة العرب؟ اهي، دور الرحالة العرب، تمام، في ان هم كانوا بيعملوا ايه. اهي ادي الرحالة العرب ساهموا في ايه من خلال رحلاتهم في الكشف عن اجزاء من قارة افريقيا. طيب وايه كمان وصلت قوافلهم الى السودان والحبشة والجزر القمر وغيرها، واسهموا في نشر الاسلام. يعني هم اكتشفوا اجزاء من قارة افريقيا ونشروا الاسلام. تمام، يعني ايه نقول ايه؟ اكتشفوا اجزاء من افريقيا ونشروا الاسلام. طيب ما العلاقة بين محمد علي ومنابع نهر النيل؟ العلاقة بين محمد علي ومنابع نهر النيل اللي هو أرسل زي ما كان مكتوب فوق ان هو أرسل ايه؟ ثواني، ان هو ايه؟ محمد علي باشا ارسل رحلات اكتشاف منابع النيل 1839 وانتهت باكتشاف النيل الابيض ورسم خريطة النيل. تمام، صح كده اهي، ورسم خريطة النيل حتى جنوب السودان. تمام. تمام. طيب السؤال الثاني، الموارد الطبيعية لقارة أفريقيا وأطماع الدول الأوروبية. العلاقة بينهم إن الدول الأوروبية
تمام المستعمرة كانت بتحتل افريقيا او بتحتل اماكن في افريقيا وتعمل لها مستعمرات عشان تنهب الموارد الطبيعية بتاعة قارة افريقيا وتستفاد منها هي. طيب بما تفسر تأسيس البرتغاليين المواني والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح؟ ليه البرتغاليين عملوا كده؟ تمام فين اهي، أسس البرتغاليون ثواني فين اهي، أسس البرتغاليون المواني والمراكز التجارية على طول رأس الرجاء الصالح لتأمين الملاحة والتجارة. لتأمين ايه؟ الملاحة والتجارة. طيب بما تفسر تقسيم افريقيا، بما تفسر تقسيم افريقيا لعدد كبير من الدول؟ ايه سبب التقسيم ده؟ بسبب احتلال الدول الأوروبية المستعمرة لنهب خيرات والموارد الطبيعية لقارة أفريقيا. طيب حدد الأثر الناتج عن انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019. ايه الأثر الناتج عن ده؟ كان الأثر الناتج عن ده تمام زي ما قلنا تحت كده وجود فرصة قوية لتعمق دور مصر الريادي في قارة أفريقيا وتدعيم علاقاتها مع دول الشعوب، مع الدول والشعوب لقارة أفريقيا. طيب كده يكون انتهت المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وده الجزء الثاني من الدرس الأول في الدراسات الاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.